متزوجة من مخرج سوري معروف، لقبت بباربي الشاشة السورية. حصلت على الحزام الأسود وتميزت بلياقتها وجمالها. ابنة محافظة حماة كندا حنا، ممثلة سورية محبوبة. ولدت في بلدة كفر بهم بمحافظة حماة عام 1984. تدرجت في مدارس حماة حتى نالت الشهادة الثانوية، وبعدها انتقلت لدمشق والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. اشتهرت بلقب باربي الشاشة السورية، إلى أنها صرحت أن لقب ساندريلا أقرب لقلبها. دخلت عالم الفن في سن مبكر، كان ذلك عام 2004. كانت حينها تبلغ من العمر 20 عاماً، حيث شاركت في مسلسل رجال ونساء، واستطاعت حينها أن تلفت الأنظار إليها على أنها فنانة واعدة. وبعد تخرجها من المعهد العالي توالت عليها الأعمال، فشاركت في مسلسل صبايا الذي يعد من أهم أعمالها، وحقق شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي، حيث ظهرت فيه بدور سميحة إلى جانب كل من الفنانة نسرين طافش وديما بياعة، جيني إسبر وديما الجندي. واستطاعت خلال هذا الدور كسب قلوب المشاهدين. وتعرفت خلال هذا العمل على المخرج ناجي طامة، ونشأ بينهما علاقة عاطفية حتى أصبح زوجها لاحقاً. شاركت عام 2006 في عدة أعمال، منها مسلسل أهل الغرام، ندى الأيام وغيرها. تميزت بالعديد من الأعمال الدرامية، لكن سلسلة صبايا ومسلسل بنات العيلة كان لهم الدور الأكبر في شهرتها. وعن حياتها الشخصية، تعرفت على المخرج الكبير ناجي طامة خلال تصويرها مسلسل صبايا، ونشأ بينهما علاقة حب خفية تكللت بالزواج، كان ذلك عام 2013. وأثمر عن زواجهما 3 أبناء، هم فارس، كاتاليا وكريستين. كانت قد أعلنت سابقاً عن قوة علاقتها بزوجها، وبأنها تعتبره سنداً لها في حياتها. اختلفت ملامحها كثيراً عما كانت عليه من قبل، وقد لاحظ جميع متابعيها ومحبيها ذلك الاختلاف. فمنذ سنوات كانت تتميز بملامحها الطبيعية، ولكن مع تقدمها في العمر خضعت إلى بعض عمليات التجميل كنفخ الشفاه بالفيلر وشد الوجه بالبوتوكس، ولكن وبالرغم من ذلك ما زالت تتميز بملامحها الطبيعية. ما هو رأيكم بالفنانة السورية كندا حنا؟ وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.